طيب التدين، هل صحيح يا دكتور هذا التوصيف أن التدين هو التفعيل البشري لأحكام التنزيل الحكيم وفقا للسياق التاريخي لكل مرحلة؟ إطلاقا. خطأ. إطلاقا. والصحيح التدين في نوعين من السلوك الإنساني، في التقرب من الله وفي الاقتراب من الله. وين نص القرآن يدل عليها هذه؟ راح أقول لك أي. بالملل ثابتة. التقرب من الله شخصي فردي. فردي. نعم. الاقتراب من الله جماعي. الإنسانية تقترب من الله، تقترب. شو يعني؟ الله كامل المعرفة. الله كامل المعرفة. المعارف الإنسانية عم تزيد طبعا. هي عم تقرب منه. كل ما زادت المعرفة الإنسانية، كل ما اقتربت المجتمعات أو الحضارة، خلينا نقول الإنسان المجتمعات الإنسانية كلما اقتربت من الله بالمعرفة واقتربت من الله بالتفعيل. يعني من 2000 سنة بده يسافر واحد من شنغهاي للدار البيضاء بده 6 سنين مشي. صح. الآن بده 9 ساعات. إذا كان والله ما بده زمن. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنت بتقدر تتكلم الآن مع واحد بغابات الأمازون. صح. خلال ثانية أو صح. دقيقة. هي سابقا بدها سنوات. نعم. طيب حتى تعرف الإنسانية قديش تقدمت. وتقدمها هذا كل ما تقدمت اقتربت من الله. يعني كلما زادت معرفتها اقتربت من كامل المعرفة. اقتربت من كامل، لا واقتربت انه صارت انجازها اكثر، والوقت الانجاز اقل. طبعا. وقت الانجاز اقل. اما التقرب من الله فردي. انا بصلي، الصلاة هي نفسها من المسيحي بيصلي واليهودي بيصلي وانا بصلي، والصلاة هي نفسها من 1000 سنة الى الان. وصلاة المؤمنين هي نفسها. بس هذا فردي. بالقرآن يقول أن الإنسانية تمشي إلى الأمام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. يعني رب العالمين بتقوم الساعة وقت بيصل الإنسان من التقدم أنه ظن حاله إله. يعني التاريخ يسير إلى الأمام ولا الوراء، بس الزمن يسير إلى الأمام الوراء. بس